خوتي خواتاتي غنشوفوا في هذا الفيديو كويتي كيشرشم لي واحد الجزائري على الهواء في إذاعة فرنسية، وكيقول ليه انتوما الجزائر سبب مشاكل ديال العرب، وعندكم مشاكل مع كاع الدول العربية. خوتي ما نطولش عليكم ونخليكم تشوفوا الفيديو، ما تنساوش تفاعلوا معنا بالاشتراك والإعجاب، وشكرا. أنا أعتقد أن كلمة الجسد الميت الذي يقصد بها الجامعة العربية وضعت في مقبرة ولم توضع في مستشفى لإنعاش هذا الجسد الميت يعني. فبالتالي أنا أعتقد أن المشاكل التي يعني تحصل في الجزائر لديها مشاكل كثيرة مع العرب أساسا، فكيف يعني نتأمل بخروج نتائج إيجابية من بلد لديه مشاكل إقليمية، مشاكل مع جيرانه، مشاكل مع مصر، مشاكل مع يعني اليمن، مشاكل مع دول الخليج، علاقات متنامية مع إيران، علاقات مضطردة مع إثيوبيا، في مواجهة مصر التي حاولت أن تكون على مسافة واحدة يعني في المشكلة الجزائرية المغربية. أيضا لا توجد علاقات أساسا حاليا، أو سحب سفراء وشبه علاقات مقطوعة بين الشعبين أو بين الحكومتين الجزائرية والمغربية. أنت مفروض أنك أنت يعني حتى تنعش أو ترأب الصدع وتصلح ذات البين أن تبدأ بنفسك مع جيرانك، مع البلد القريب منك أساسا. يجب أن أذكر يعني نقطة يعني جدا مهمة، إحنا الجزائر نعتبرها يعني يقينا بأنها بلد مهم، ونحتاج أن ونريد أن تقود العالم العربي، أو على الأقل تكون أحد المساهمين في العالم العربي. لكن آخر 3 سنوات أبدت يعني الجزائر تضخم في علاقات سلبية أثرت بشكل مباشر على علاقاتها مع الدول مجلس التعاون والعرب. يعني يكاد لا يكون لديها مع أي دولة عربية لما يوجد لديها مشاكل، إلا اللهم الدول التي هي مرتبطة أساسا مع إيران شكل يعني العراق ولبنان وسوريا. بل أنا أشك أن ربما حتى في المستقبل قد تكون لهم علاقة حتى مع جماعة الحوثي. طيب حامد فارس، طيب تفضل هو برنامج تفاعلي قبل أن تفضل. الحمد لله أنه لم يذكر أن هناك مشاكل بين الجزائر والكويت، ويمكن أن يوضح ذلك. وأعتقد أن محاولة التضخيم في العلاقات الجزائرية مع بعض الدول العربية، أستاذ أنا لا أتحدث عن العلاقات الكويتية الجزائرية، نحن نتحدث عن العلاقات العربية وليس العلاقات الجزائرية الكويتية التي هي نموذج. إذا أردت أن نتحدث عن العلاقات العربية الكويتية الجزائرية هذا موضوع آخر. نعم نحن لدينا علاقات نموذجية، لكن أنا أتحدث عن العلاقات العربية التي من الواجب على دولة المقر أن تكون دولة ذات علاقة جيدة مع كل البلدان وليس فقط مع الكويت. يا ليت العلاقة مع الجزائر، بين العلاقة بين الجزائر والكويت هي نفس العلاقة بين مثلا الجزائر والمغرب على سبيل المثال. أنا لا أتحدث كصفتي كويتي، أنا أتحدث كمحلل عربي. يا أستاذ ممكن تسمح لي بأن أكمل تعليق؟ أنا قلت شيء إيجابي، أن هناك علاقة إيجابية بين الجزائر والكويت، ولم تذكرها في عرضك للمشاكل التي تطبع العلاقات الجزائرية مع الدول. هذه تنفيخ في حجم الخلافات. لا أعتقد أن الجزائر هي الاستثناء الوحيد في وجود خلافات مع دول أخرى. لا يمكن أن نجد أكثر من 3 دول في الدول العربية لديهم مشاكل سواء مستترة أو معلنة في وسائلها الإعلامية. وبالتالي هذا الطبع الخلافات البينية بين جموع الدول العربية شيء أصيل في العلاقات منذ البداية، والجامعة العربية طالما لا يا دكتور، لكن كمية المشاكل التي ترتبط في الجزائر مع الجزائر مع الدول العربية لا تقارن بين أي دولة وأخرى. يعني أنتم لا يوجد دولة تفوق علاقاتكم مشاكل كثر يعني مثل سوريا، يعني على سبيل المثال ربما أنتم حتى تفوقون سوريا. يعني هنا المشكلة، يعني لما تقول لي مثلا دولة مثل تونس ليس لديها هذه المشاكل مع مثل المغرب، مصر، دول مجلس الجزائر لديها مشاكل كثيرة مع الدول العربية. يعني هل يعني أنت لما تربط علاقات مع أثيوبيا وتضرب على الأمن القومي المصري بالصميم، وتربط مع علاقات مع إيران وتضرب الأمن القومي الخليجي بالصميم، وترتبط بعلاقة مع جبهة البوليساريو وتضرب العمق الأمني للمغرب بالصميم، هذا أمر مش شيء علاقات يعني هنا وهناك ممكن تجاوزها. حامد الفارس يعني مشاكل مثلا كالتي حصلت مثلا مع مصر وأي دولة أخرى. حامد الفارس طبعا هو عفوا ضيفي في الجزائر، ضيفي في الجزائر، عفوا سأعود إليك. بالمناسبة نحن نريد أن تعود سوريا إلى جامعة الدول العربية. من قال أن لا نريد؟ سوريا بلد مؤسس لجامعة الدول العربية، لكن هناك آلية يجب أن نلتزم فيها.
هي هذه المشكلة. الجزائر تريد أن تفرض أن عودة النظام السوري بدون أي شرط أو قيد، هكذا يعني. أيضا يعني إذا هل تعلم أو لا تعلم، كادت أن تدخل الجزائر في خضم هذه الإصلاح أو لم الشمل الذي يريدونه جبهة البوليساريو كجزء من قضايا العرب، وهي مسألة يكاد هي من المسائل يعني الفريدة والقليلة التي اتحد فيها العرب في مواجهتها. نحن لا نعتبر إلا جبهة البوليساريو إلا خارجة عن القانون، ونعتبر أنها الصحراء جزء من الأراضي المغربية. هذا قول واحدا، يعني هذا يتفق عليه العرب. والمسائل الأخرى الكثيرة، طبعا الجزائر لديها مشاكل، لكن يجب أن نشير إلى مسألة مهمة. هل الجزائر تملك أن تغير من هذه المعادلة؟ نعم تملك. كيف ما تملك؟ بلد مثل الجزائر الذي قدم مئات الآلاف من الشهداء، بلد مثل الجزائر الذي آبائي لما جاءت في الكويت في الخمسينات المناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد، واللي يستقبلونها بالتصفيق واعتبروها وكأنها قادمة من عصور الأولى للإسلام، واعتبروها بأنها المناضلة هذه النموذج الذي قدمته الجزائر لنا. احنا كنا نقتطع من أموالنا واحنا فقراء وقتها قبل النفط، نقتطع من أموال لدعم القضية الجزائرية. أيضا مصر لا يمكن أن ينسى الدور المصري في ذلك، والجزائر لكن الجزائر علاقاته خلال الفترة اللي طافت هذه سببت مشاكل كثيرة يعني. والمشاهد العربي يجب أن يعلم نحن نحب الجزائر ونعتبر نفسنا جزائريين أساسا. وربما صحيح أن المغرب نحن نرتبط معها بعلاقات نموذجية، لكن الجزائر لا تقل عنها أهمية على اعتبار أنها دولة نرتبط معها بمصالح نفطية ومصالح أيضا هي تعتبر بوابتنا للعالم الغربي، وهناك إنتاج فكري وعلمي عند الجزائريين ربما لو اكتسح العالم العربي لكفاه. فبالتالي نريد الجزائر أن تقود، لكن السياسات الجزائرية في الواقع لا تعبر عن هذا الشيء مع الأسف، وهذا أنا أتحدث عنه من واقع عروبي. أما لو أسقطتها على العلاقات الكويتية الجزائرية فهي نموذج بفضل الله جل وعلا. الجزائر مع الكويت ترتبط بعلاقات جيدة جدا، وأنا يا ليت العلاقات الجزائرية هذه هي العلاقات التي يفترض أن تكون ما بين مصر والجزائر، أو تكون ما بين بين الجزائر وبقية الدول المغاربية. بل أن كنا نتمنى في تسعينيات القرن الفائت لما كنا طلبة، كنا نتمنى أن الجزائر تكون شيء ممثل لمجلس التعاون الخليجي، وينجح فكرة مجلس التعاون المغاربي وتقود الجزائر هذه المسألة. لكن مع الأسف هناك تعثرات بسبب تمسك قضية يجب أن تنتهي. يعني هذه قضية جبهة البوليساريو والصحراء الكبرى وغيرها، هذه مسألة يجب أن تنتهي. ولا أعرف لماذا يريد الجزائر تغذية هذه المسألة بشكل مضطرد وبشكل ينبئ ربما بوجود. يعني المغاربة بينوا من أيام المسيرة الخضراء في السبعينات وحتى اليوم يريدون الحل بالسلام ويريدون حل القضية بسلام، لكن يبدو أن هناك أيادي جزائرية. ومع المحبة نحن نعتب من باب المحبة، ونعتبر نفسنا كمن في بيت واحد، نخرج من باب وندخل من باب من غرفة وندخل من غرفة أخرى، نخرج من غرفة الكويت وندخل في غرفة أخرى في الجزائر. وهذا اللقاء هو نقاش علمي وليس نقاش شخصاني أو نقاش إني. يبدو أن ضيفك من الكويت صوته قوي جدا حتى أنه يغطي على كل الأصوات التي تتكلم. لو بإمكاننا أن تكون معنا بالقمر الصناعي لا حجزنا لك قمرا صناعيا وتكون أيضا لك وصوتك أيضا سيكون، ولكن بسكايب هذا هو الحل الذي لدينا في الجزائر. تفضل. أنا أريد فقط أن أعلق على ضيفنا من الكويت الذي يبدو أنه متحامل، وعندما يرى بأنه اشتد تحامله على الجزائر يرجع إلى التاريخ. نحن نتطلع إلى المستقبل وما حدث في التاريخ وهو يحدث في التاريخ. أعتقد بأن الكثير من المعلومات التي يستقيها ضيفك من وسائل الإعلام التي تحاول أن تورط الجزائر في كثير من القضايا التي ليست لديها أي علاقة بها. عندما نتكلم عن العلاقات الجزائرية الإثيوبية، الجزائر وإثيوبيا جامعة الدول العربية ضمن جامعة الاتحاد الإفريقي، وبالتالي تربط بينهم عمليات تنسيق مستمرة من أجل. أما أن يتم اتهام الجزائر بأنها تريد أن تهدد الأمن القومي المصري والسوداني من خلال المياه، فأعتقد هذا افتراء ليست لديه أي أدلة من الصحة. وكانت الجزائر قد عرضت مسبقا بأن تكون وسيطا بين الجزائر بين مصر والسودان وإثيوبيا، ورحب الجميع بهذه المبادرة، وكانت هناك عمليات اتصال مباشرة من أجل حل هذه المشكلة أو إعطاء وجهة نظر وتقريب وجهات نظر بين الأطراف المتنازعة حتى يمكن الوصول إلى حلول ترضي الجميع. فيما يتعلق بالخلافات العربية العربية ليست سببها الجزائر، وليست سببها مصر، وليست سببها الكويت، وليست سببها. هناك
رصيد تاريخي من العلاقات الأزموية في البنيوية في تحديد أصلا من هو العدو. أعتقد بأن الجامعة العربية عملت على مدى السنوات حتى اتفاقية كامب ديفيد على تحديد العدو بأنه إسرائيل، وأن هناك كل القرارات التي تصدر هو من أجل دعم هذه المسألة. لكن بعد اتفاقية كامب ديفيد وتوقيع تحول المشهد إلى وجود أطراف من داخل المجموعة العربية لديها صداقة مع من يعتبر بأنه العدو رقم واحد. بكذلك ما يحدث في هذه الأثناء من خلال تطبيع العديد من الدول العربية علاقتها مع إسرائيل، وبالتالي هناك من ينظر إلى إيران بأنها هي العدو، وهناك من ينظر إلى بعض الدول العربية كذلك بأنها عدو. بالتالي لا يمكن أن نصل إلى حالة من التوافق ما لم نجلس على طاولة واحدة ونحاول أن نعزز من ثقافة الحوار كأساس لحلول المشكلات. كثير من المشكلات ناتجة عن سوء الفهم وسوء التقدير لدى الكثير لكن من الجزائر ليست مؤهلة لهذه الطاولة الواحدة يا أستاذي، يا دكتور توفيق. أنا أحترمك وأقدرك، لكن الجزائر ليست مؤهلة لهذه الطاولة لأنها ترتبط أساسا مع الدول التي يعتبرها الجميع عدو، مثل إيران على سبيل المثال، مثل تشاد، مثل كيوبا على سبيل المثال. الجزائر ترتبط معها بعلاقات متنامية. يعني كيف أنت ترتبطي مع إيران بعلاقات استراتيجية وتقول لي تعال والله خلاص تعال قاعد معي بنفس الطاولة وألم الشمل العربي؟ يعني أمر من الخيال. لأسباب تقنية لا يمكن لك أن تقاطع ضيف من الجزائر لأنه بسكايب، وعندما أنت تتحدث هو ينقطع صوته، فنتركه يكمل ثم ستعلق أنت وطبعا حامد. تفضل. كيف يتم تضخيم العلاقات الجزائرية الإيرانية على أساس أنها علاقات استراتيجية، في حين أن ما هو موجود هو تمثيل دبلوماسي فقط؟ لا يوجد هناك أي اتفاقيات استراتيجية فيما يتعلق بالدفاع أو يتعلق بالمجال الاقتصادي والتجاري، وكل هي في مستويات الدنيا، وهو حال كثير من الدول العربية التي تستضيف. طيب خلينا نتفاعل معك، خليني أتفاعل معك، خليني أتفاعل معك. طيب بس البرنامج تفاعلي، خلينا حتى أنا أسأل. أنت تتحدث عن التطبيع مع إسرائيل، يعني دول أخرى سبق لها وأن طبعت مع إسرائيل، ومع ذلك انعقدت أكثر من قمة عربية وجرت في ظروف طبيعية. يعني مصر طبعت مع إسرائيل منذ زمن طويل، الأردن أيضا. أنت تتحدث عن الموجة الأخيرة من التطبيع، هذا قصدك ضيفي من الجزائر؟ لا، أقصد بأن هناك هو عدم وحدوية العدو، وهذا ما جعل من جامعة الدول العربية تغرق في كثير من المشاكل. ولا بالنهاية الجزائر قلوبنا في الجزائر وستبقى في الجزائر، ونحن جزائريون ربما أكثر من بكثير من جزائريين ينتسبون إلى هذا البلد زورا وبهتانا، وهم مع الأسف يدمرون في هذا البلد. طيب في إشارة حق الزميل في الجزائر الذي لم يشير إطلاقا إلى تنامي العلاقات الإيرانية الجزائرية على حساب دولنا، احنا دول مجلس التعاون على سبيل المثال. يعني أعطيك مؤشر بس فقط، الكل يعلم بأن حماس تدار بشكل مباشر من الدولة الإيرانية، واعتبرت حماس هي جزء من الحرس الثوري الإيراني. اللي صار أن تمكين الإيرانيين لجماعة حماس بأنه والله يعملوا حتى تخرج الجزائر بشيء طيب قدام العرب، والله مصالح فلسطين لن تنجح، يعني كما كان يعرف في ذلك. الجزائر ترتبط بعلاقات مع إيران. نريد إذا كانت العلاقات هذه من أجل إصلاح العلاقات العربية الإيرانية مرحبا بها، أما التوغل في أو نسيان ماذا تفعل إيران في دولنا بل في المغرب القريب منك، ومحاولة حتى بل وصلت معلومات استخباراتية قريتها أنا ولا أعرف مدى صدقيتها أن إيران تدرب أجزاء من جبهة البوليساريو في أراضيها، والآن قاعد وصلوا معهم حتى إلى تدريبهم على مسائل مثلا الدرونز ومسائل أخرى، يريدون أن يخلقوا حوثي آخر في الصحراء الكبرى. هل يعجب هذا الزميل في لو صحت هذه المعلومات، هل يعجب هذا أي عربي كان، فضلا عن إخواننا في الجزائر الذين هم عروبيين؟